اول حاجه انا هتلاقوني حاطه لكم اللينك ده في الديسكريبشن، فببساطه جدا هتتابعوا معايا خطوه بخطوه. هنيجي هنا عند كلمه داونلود، وبعدين هنيجي هنا عند previous versions، واللي هي بنختار منها النسخ القديمه اللي موجوده عندنا جوه البرنامج. هنيجي هنا عند كلمه داونلود وهننزل تحت ونختار 3.4. في اللقطة دي بقى احنا محتاجين نعرف ايه هو نوع الجهاز بتاعك، هو انت بتستخدم ويندوز ولا لينكس ولا ايا يكن ايه هو الموجود، ودي حاجة يعني اكيد انت بس اللي هتكون عارفها. فانا هنا عندي ويندوز فاحمل ويندوز واعرف انا حطيتها فين. تمام، باجي هنا وبدوس كلمة سيف. طيب تمام، هي اتحملت هنا عندي وفكيت الضغط اللي موجود، دوست هنا وفكيتها عادي بشكل بسيط جدا وفتحت لي الفايل ده اللي موجود جوه البرنامج. باجي بدوس على كلمة blender.exe وبيتفتح لي البرنامج معايا بالشكل ده. بس هنا كلمة general وبيكون معايا بالشكل ده. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنعرف بقى واحدة بواحدة ايه هي الحاجات اللي اصلا موجودة جوه البرنامج بشكل بسيط جدا وفيديوهات قصيرة.